يقول زين الغعيطي زاد ضغط الحرارة خايف من الانفجار، خايف على الشعب من بركان يحرق بناره، بركان فتنه وثار، الأرض تشعل ويورض اليمن والبحارة كامل بيولع شرار، شرار حمراء تصلى كل شارع وحارة أيضا ولا كل دار، ما رأي شعارنا ذي يعرفون المهارة والغوص جوف البحار. عزيزي المستمع الكريم، نفتتح هذا التسجيل بهذا الحوار وهو عبارة عن فكرة تم اقتراحها وتقديمها من قبل الشاعر الكبير زين بن زين الغعيطي أبو بشار، لكي يعبر من خلال هذا الحوار مجموعة من شعراء يافع عن وجهة نظرهم كلا بما يراه مناسب لتعكس صورة معبرة عن الواقع المعاش، وفي هذا الظرف العصيب والمرحلة الحرجة التي نعيشها وما يستشعرها الشعراء من أبناء يافع الأبية، والتنبه من المصير المجهول الذي ينتظرنا جميعا إذا ما استمر اللعب بالنار من قبل العابثين بمستقبل هذه البلاد وأجيالها المقبلة. شاركتهم كلا يبادر بغاره قبل الندم والدمار، ما راي شعارنا ذي يعرفون المهارة والغوص في البحار، نطلب مشاركتهم كلا يبادر بغاره قبل الندم والدمار، لأن المؤشر غدا انذر والفشل بالإدارة توشك على الانهيار، نظام فاشل وظالم كيف بعد انهياره هل بيظل الشيار. فاشل وظالم كيف بعد انهياره هل بيظل الشيار، وهل يظل اليمن واحد وتحكم خياره والشعب له الاختيار، او بيعود اليمن لا سابقه وانشطاره لا وقت ولا وسار، وهل تدوم المخاوف بيننا والصهارة قولوا لنا باختصار. وهل تدوم المخاوف بيننا والصهارة قولوا لنا باختصار، لحد يحاول يسي عالشمس يا اخوة ستارة او عالكواكب ستار، وهل تدوم المخاوف بيننا والصهارة
الناس يا اخوة ستارة او عالكواكب ستار؟ هذا سؤالي وتكفيه الحليم الاشارة. نبغى يطول الحوار الصدق نطق الغعايطي والصراحة شعار.